اهلا بيكم في الحلقة التانية من مسلسل حالة خاصة. بيبدأ المسلسل مع نديم وهو نايم وبيكون بيحلم وهو صغير ووصل المدرسة متأخر وكان متعصب من صوت زمايله العالي، واول ما شافته المدرسة زعقت له وقالت له الناس المهمة بس هي اللي بتيجي متأخر، ولما تكون مهم بتعالى متأخر زيهم. فبيزعل نديم من الطريقة الوحشة اللي بتعامله بيها المدرسة، وبعدها قالت له اتفضل اقعد. ولما قعد طلع الوكمان وشغل السماعات في ودانه وبدأ يسمع في الأغاني. وفي الوقت ده بتكون المدرسة بتسأل الأولاد في جدول الضرب، فبتشوفه وهو حاطط السماعات في ودانه، فقالت له يعني جاي متأخر ومش مهتم بالحصة وبتسمع الأغاني كمان. وفي الوقت ده بتقرر إن هي تسأله أسئلة صعبة في جدول الضرب، وفي كل مرة بيجاوب نديم بامتياز. وساعتها بتتفاجئ المدرسة بذكائه، فقررت إن هي تسأله سؤال أصعب من اللي قبليه، وفعلا نديم بيجاوب بكل ثقة، فبتنبهر المدرسة بيه وصعبت عليه الأسئلة أكتر وبرضه جاوب صح. وبعدها بنشوف المحامية الكبيرة أماني، وبتكون مجتمعة بالمحامين الجدد اللي تحت التمرين، وهم ندى ويوسف ورام الله وعز. وساعتها بيقول لها عز انت شفت فيا ايه مختلف علشان تشغليني؟ فبتكسفه أماني وبتقول له ما تقاطعنيش وانا بتكلم، وقالت لهم كمان تقدروا تقولوا لي أماني طول ما فيش حد غريب وسطنا. فقال لها عز ماشي يا أماني. فكسفته للمرة التانية وقالت له ما عدا انت هتقول لي يا استاذة اماني. ما عندوش دم بصراحة عز ده. وهما قاعدين بيتكلموا بيدخل عليهم نديم اللي جاي متأخر، فبتسأله اماني عن سبب تأخيره، فقال لها نديم الناس المهمة بس هي اللي بتيجي متأخر. واول ما بيقعد عز بيقول له يحق لك يا عم ما انت مليونير. فبتقول له رام الله هو بجد مليونير؟ فبيقول لها اه ما هو كسب جايزة المليون. وساعتها بتتدخل اماني وبتقول لهم بطلوا رغي، نرجع للموضوع بتاعنا، ومفيش حاجة اسمها قضية سهلة وقضية صعبة، وكل القضايا مهمة بالنسبة لينا. ودلوقتي هتيجي موكلتنا رانيا وهي عايزة تخلع جوزها. فبيتكلم خالد مساعد اماني وبيقول لهم انتوا مش جايين هنا علشان تصوروا ورقه ونبعتكم مشاوير، لا انتوا جايين تشتغلوا زينا على القضايا بالظبط، واللي هيساعدنا نوصل لثغرات القضايا هيكون ليه نسبه من الاتعاب. فعز بيقول له كام؟ قال له لما تاخدها هتعرف. فبتقول له ان خالد هيقعد معاكم بعد كده ويعرفكم كل حاجه. وفي الوقت ده بتديلهم اماني بريك 10 دقايق، واللي عايز يشرب سيجاره يشربها واللي عايز يعمل اي حاجه يعملها، على بال الموكله رانيا ما تيجي. فبيقوموا كلهم ما عدا عبير اللي بتقرب من نديم علشان تسلم عليه وتتعرف بيه. فبيقول لها نديم واللي مش هيشرب سجاير يعمل ايه؟ فقالت له يعمل اي حاجه بيحبها. وساعتها بيطلع الازازه بتاعته وبيشرب. وبعدها بتيجي الموكله رانيا اللي بتكون متجوزه وعايزه تخلع جوزها، فبتقول لهم انا مش هقدر اكمل في الجوازه دي وعايزه اتطلق. فبيسالوها انت متجوزه بقالك قد ايه؟ فقالت لهم 4 سنين ضرب وبهدله وحاجه قرف. وساعتها بتسمح لهم امان انهم يسالوها زي ما هم عايزين. فبيسالها يوسف وبيقول لها الموضوع ده فيه حاجه غريبه، يعني الاول كان حلو معاكي ودلوقتي اتحول مثلا؟ فقالت له رانيا هو ده كل اللي حصل. وساعتها بيقول لها عز هي حاجه من الاتنين، يا هو بيعمل حاجه مش كويسه وانت بتقولي ان هو راجل محترم، يا اما فبتدخل رانيا في الموضوع وبتقول لها يا اما انت بتعملي حاجه مش كويسه. فبتتعصب رانيا بتقول لهم لا ده انا ست محترمه جدا. فبتقول لها امان كل المحامين دول مش ضدك، دول عايزين يساعدوك انك تخلعي جوزك، مفيش حد بيتهمك ولا حد بيحاسبك ولا حاجه من دي خالص، احنا عايزينك بس تكوني صريحه معانا علشان نقدر نحل لك مشكلتك في اسرع وقت، علشان ما تقعديش 60 سنة على ذمته. فبتقول لهم رانيا انا خلاص كده هقول لكم على الحقيقة كلها، بصراحة كده جوزي ما بيعرفش. وساعتها الكل بيكون مصدوم وسكتوا خالص، ونديم الوحيد اللي بيكون مش فاهم هي قصدها ايه. فبتقول لها اماني تقدري تمشي دلوقتي واحنا لما نوصل لنتيجة في القضية هنكلمك. واول ما بتخرج بيسألهم نديم سؤال غير منطقي وبيقول لهم هو يعني ايه ما بيعرفش؟ انا مش فاهم حاجة. وساعتها اماني بتغير الموضوع وبتقول لهم طيب يا جماعة اشتغلوا على القضايا واللي يوصل لحاجة يقول لي عليها في الاجتماع اللي جاي. وقبل ما بيمشوا بيقول خالد لعز ابقى فاهم نديم ايه يعني ما بيعرفش. وبعد الكل ما بيخرج بيفضل خالد هو اللي قاعد مع اماني، فبيقول لها عارفه الحاج احمد تاجر السفن جاي النهارده؟ فبتتعصب اماني عليه وبتقول له انت اديت له ميعاد ليه من غير ما تقول لي؟ علشان الراجل ده انا مش برتاح له لانه كله مشاكل. فقال لها خالد المشاكل دي هي اللي بتجيب الفلوس. فقالت له اماني ساعات بحس انك اول مره تشتغل معايا ولسه متخرج، لازم تكون فاهمني يا خالد يغور الجمل لو محمل زباله. وبعدها بنشوف المحامين وهم مروحين، فبيجري نديم على عز وبيقول له انت مش هتقول لي بقى يعني ايه ما بيعرفش؟ فبيبص له عز باستغراب وبيقول له زيك كده بالظبط. وبعدها بيوصل الحاج احمد وبيدخل المكتب لاماني وبداوا يتكلموا على انفراد، وبيعرفها انه عنده قضيه كبيره وجاي علشانها، بس اماني عارفه ان كل قضاياها شمال. فقالت له انت عارف وانا عارفه ان الموضوع كله تخليص حسابات وانت دلوقتي بتدفع تمن الفواتير القديمه. فقال لها انا هاجي معاكي دغري من غير لف ولا دوران، والقضيه اللي انا جايلك فيها مفيش محامي في مصر هيقدر يحلها غيري. فبتقول له انا عارفه ان الموضوع ده كله تصفيه حسابات مع ناس كبيره، ويرضيك اخش وسط المفرمه وارجع اقول الحقوني؟ لا يا عم انا مش قد اللعب معاكم. فبيطلع لها دفتر الشيكات وبيقول لها اكتبي الرقم اللي يجي في خيالك.
لكن اماني بترفض عرضه المغري ده وبتقول له انت على راسك بطحه وانا للاسف مش هعرف احسس لك عليها. فبيقول لها مفيش مشكله نعمل لك بطحه زي اللي عندي وساعتها هتسمعي كلامي غصب عنك. فبتقول له اماني انت بتهددني ولا ايه؟ شرفت مكتبي يا حاج احمد. فبيسيبها وبيمشي وساعتها اماني بتحس بالخوف منه لانه شيطان. وبنروح لجزء اماني اللي بيكون ملحن مشهور وفي الوقت ده بيعمل بروفا وبيتكلم مع المغنيه بيقول لها انت محتاجه تشتغل على نفسك اكتر من كده. وبعدها بيجي المساعد بتاعه وبيقول له ورده الرقاصه بتاعه الفرقه عامله مشاكل ومش عايزه تكمل البروفا معانا وكانت بتعمل كده مع الملحن اللي كان قبلك. فبيقول له انا مش بتاع العوق ده. ومن الاخر كده يروح القرد يجي غزال وفجاه بتدخل عليهم ورد وبتقول له طب لو راح الغزال. واول ما بيشوفها بينصدم من جمالها فبيقول لها واحنا كلنا نجري وراه. وساعتها بيأمر المساعد بتاعه انه يروح يشوف شغله وبيرجع يتكلم معاها. فبتحاول ورد انها تعتذر له وبتقول له حقك عليا علشان ما جيتش البروفا بانتظام. فقال لها احنا لسه فيها، روحي غيري دلوقتي علشان تبداي البروفا. شكله كده طب يا عيني. وبعدها بنشوف رام الله وهي داخله المكتبه واول حاجه بتعملها بتسال جميل عن نديم. فبيقول لها غريبه ده انت ما شفتوش غير مره واحده بس. فقالت له عادي يا عم جميل ايه المشكله بس انت عايز الصراحه نفسي انا ونديم نكون اصحاب. فقال لها جميل بتحب الشاي بلبن؟ قالت له ايوه. قال لها خلاص هعمل لك معايا وبيعرفها ان وشها حلو عليه لانها اول مره جت المكتبه بالليل وحالها اتبدل للاحسن والناس بتجيلها بشكل كبير. فبتقول له رام الله بابتسامه حلوه نديم فين دلوقتي؟ فقال لها يمكن يكون في شغله ولا حاجه لانه مش بيجي المكتبه بانتظام. وبعدها بنشوف نديم وهو رايح يخبط على الموكله رانيا في نص الليل واول ما بتفتح الباب وبتشوفه بتقول له ايه اللي جابك عندي في الوقت ده؟ فبيقول لها نديم انت عايزه تخلعي جوزك علشان متوحد؟ فقالت له متوحد ايه يا عم انت؟ انا جوزي مش متوحد. فقال لها نديم امال انت عايزه تخلعيه ليه؟ فقالت له ده مش الوقت والمكان المناسب اللي نتكلم فيه في الحاجات دي. وجت رازعه الباب في وش عم نديم. وبعدها بيروح عند جميل في المكتبه ولما بيقول له على اللي حصل معاه بيفطس جميل على نفسه من الضحك. وساعتها بيساله نديم وبيقول له انت بتضحك ليه؟ فقال له جميل انت رايح تتكلم مع الست في نص الليل وجوزها كمان ما يعرفش انك رايح لها ومش عايزها تقفل في وشك الباب. ده كويس انها ما لبستكش مصيبه وبلغت عنك. فقال له اعمل ايه دلوقتي طيب يا جميل؟ فقال له انت كنت رايح تسالها على ايه؟ فبيرد عليه وبيقول له انا كنت عايز اسالها يعني ايه ما بيعرفش وان عز قال لي ان هو زي كده متوحد. فقال له جميل انت دلوقتي عندك 26 سنه ولسه ما تعرفش يعني ايه ما بيعرفش. وساعتها بيعرفه جميل ان هو بيكون عاجز جنسيا. فبينصدم نديم لما بيفهم الموضوع. وبعدها بنشوف عز وهو واقف مع بنت شمال وبيقول لها خلي بالك الراجل مالوش في الطريقه البلدي دي. فقالت له على فكره الناس الاغنياء دول بيموتوا في البلدي ماشي يا افوكاتو؟ فقال لها يا حبيبتي انا محامي، افوكاتو ده بالمانجا والتفاح واللي راح راح. فقالت له والمهم هتدفع كام في الاخر؟ فقال لها هم 1000 جنيه 250 دلوقتي والباقي لما تصوري صور حلوه علشان تفيدني في القضيه. وساعتها بتوافق وبتعمل له اللي هو عايزه. وبعدها بنشوف ندى وهي قاعده بتراقب جوز رانيا اللي الكلام كله عليه وبتكون بتكلم ايه صاحبتها اللي بتقول لها انت مكبره الموضوع على الاخر وعامله نفسك مخبر والقضيه اصلا تافهه. فقالت لها ندى قفلي دلوقتي شكله نازل وبتقفل معاها السكه وبتتفاجئ بالراجل واقف مع بنت شمال. وساعتها بتيجي فرصتها اللي هي مستنياها وبتصورهم وده طبعا علشان توري الصور لاماني. وبعدها بنروح للملحن جوز المحاميه اماني وبنشوفه هو عامل القعده التمام. فبيقول للمغنيه حطيت البيره في التلاجة؟ قالت له كله تمام بس يا ريت ما تقلش في الشرب النهارده. وبعدها بتجيله ورد الرقاصه بتاعه الفرقه واول ما بيشوفها بيقعد يغازل فيها وفي جمالها لانها عجبته جدا ودخلت دماغه. فبتقول له ورده على فكره انا قبل ما اشتغل في الفرقه دي رقاصه كنت بغني. فقال لها طيب ما كملتيش في الغنى ليه؟ فقالت له هي دي الفرصه اللي كانت متاحه ليا. وساعتها بيطلب منها ان هي تغني له حاجه واول ما بيسمع صوتها بيلاقيه جميل جدا. وفي الوقت ده بتيجي الفرصه المناسبه لورد وبتحط له كاميرا علشان تصوره بيها وهو معاها وده كله من تخطيط الحاج احمد علشان تكون دي البطحه اللي هتخلي اماني تمسك له القضايا. وبعدها بنشوف اماني وهي مجتمعه بالمحامين وبتقول لنديم انت وصلت الحل في القضيه؟ فبيقول لها ايوه. قالت له خلاص اوكي نتكلم بعد ما تاخدوا البريك بتاعكم. وساعتها بيقوم كل واحد يعمل اللي هو عايزه. وبنشوف نديم وهو بيعمل شاي بلبن فبتدخل رام الله عليه وبتقول له انا جيت لك امبارح وسالت عليك في المكتبه بس ما لقيتكش انت كنت فين؟ فقال لها كان عندي شغل بس انت عايزه الصراحه انا رحت لمدام رانيا في البيت. فقالت له عند رانيا اللي هو ازاي يعني؟ وفجاه بيدخل عليهم عز وبيكون رامي ودنه معاهم وبيقول لنديم انت لازم تعرفنا كنت بتعمل ايه عند مدام رانيا. فقال له انا كنت رايح اسالها ان جوزها ما بيعرفش ولا لا. فبيقول له يا عم نديم رانيا مأكده علينا ان هو ما بيعرفش. فقال له عز انا كده ضيعت وقت معاك في كلام فاضي. وساعتها بيحكي لهم نديم بحسن نيه على الحل مفتاح القضيه وانا كنت بسال مدام رانيا ان هو ما بيعرفش لانهي درجه لان النسبه هتفرق جدا في حل لغز القضيه ولو من 20 ل 30% هيكون موقفنا صعب جدا في القضيه بس لو اعلى من النسبه دي هيكون موقفنا قوي جدا وهنقدر نكسب القضيه بكل سهوله من غير اي تعب. وساعتها بيتفاجئوا من ذكاء نديم الغير طبيعي لانه حل القضيه اللي الكل مش عارف يوصل فيها لحاجه وهم لسه مصدومين. بيقول لهم نديم اعمل لكم شاي بلبن؟ وفي الوقت ده بتكون رام الله مبهوره بيه ومش مصدقه انه ذكي للدرجه دي. وبعدها بيرجعوا
اول الاجتماع اللي كل واحد فيهم هيقول على حل للقضيه. فبتبدا ندى وبتوري لها الصور اللي صورتها لجوز رانيا مع بنت الشمال. فبتقول لها اماني برافو عليك، انا كنت زيك كده في الاول، بس عايزه افهمك حاجه، حته الصور دي مش حل قوي للقضيه زي دي. وبعدها بيجي الدور على رام الله ولسه هتتكلم بيقاطعها عز وبيقول لها اماني انا لقيت اللي هيحل القضيه دي بسهوله جدا. وبيقول لها الكلام اللي قاله نديم وهو بيعمل شاي بلبن، ولازم يكون في كشف عذري علشان نحدد النسبه ونشتغل عليها. فبتنصدم رام الله ونديم كمان، بس مفيش حد فيهم بيتكلم. وساعتها بتهنيه امانه على ذكائه وعبقريته، وكل اللي قاعدين بيحسدوه على الحل ده، بس رام الله بتكون عايزه تولع فيه. وعلى طول بتطلب اماني من خالد ان اول ما مدام رانيا تيجي يطلب منها كشف عذريه. وبعدها بتسال اماني نديم ان لو عايز يضيف اي حاجه للقضيه، فبيقول لها مفيش حاجه اكتر من اللي عز قاله اضيفه للقضيه. وساعتها عز بيكون قلقان ان نديم يتكلم ويقول هو ان هو اللي سرق فكرته، لكن نديم بيستر عليه ومش بيرضى يتكلم. وفي الوقت ده بتوصل مدام رانيا، فبتدخلها اماني على طول وبيطلب منها خالد كشف عذريه. وساعتها رانيا بتتفاجئ، فبتقول لها اماني انا مقدره الصدمه اللي انت فيها، بس انت عايزه تطلقي ولا تفضلي على ذمه جوزي؟ ولو احنا ما عملناش كده مش هتطلقي طول عمرك. وبعد الاجتماع ما بيخلص رام الله بتروح لعز وهي متعصبه وبتقول له انت ما عندكش ضمير ولا شرف ولا اخلاق، انت اصلا ما تنفعش تكون محامي. فبيقول لها انا محامي شمال بس ناجح في شغلي. فبتقول له انا مش عارفه انت ازاي اخدت فكره نديم ونسبتها لنفسك، واللي مش قادره اصدقه ان هو سكت عليك ازاي. فبيقول لها ما يغركيش شكله، ده معاه ملايين وانا هيلا على قد حالي ومحتاج الوظيفه دي، ولما اخد فلوس حابه اديكي حاجه منهم. وساعتها بتسيبه ودمها محروق وبتروح لنديم اللي بيكون قاعد في الجنينه ومش على باله اي حاجه. فبتكلمه رام الله بصوت عالي وبتقول له انت ازاي ساكت على حقك كده. فبيقول لها من فضلك انا مش بحب الصوت العالي. فبتوطي صوتها وبتقول له انت ازاي سكت على اللي عمله فيك عز، وانت كده هتكون انسان فاشل، ان حد ياخد مجهودك وانت ساكت على حقك تبقى فاشل. فبيقول لها نديم انا مش فاشل. فبتقول له خلاص انت تروح بيته وتضربه بالجزمه، وانا لو مكانك كنت عملت اكتر من كده. فبتتعصب رانيا لما بتلاقيه بيبص في الساعه وبتقول لنفسها انا هحرق في دمي ليه، وبتسيبه وبتمشي. وبعدها بيركب عز العربيه مع يوسف وبيقول له عربيتك جميله، ما تاخدني معاك يا عم كل يوم، انت هتخسر حاجه؟ اصل المحامي من دول ملوش غير دماغ، وبيني وبينك المواصلات زحمه وبتصدع لي دماغي. فبيقول له يوسف سيبك من الموضوع ده، قول لي بقى يا معلم انت ازاي وصلت لحل لغز القضيه دي. فبيقول له يا يوسف يا اخويا انا كنت عامل امبارح كوبايه شاي بالنعناع وحاطط عليها 5 معالق سكر زي ما انت عارف. وبعدها افتكرت لما كانت امي بتقول لي اللي بيته من ازاز ما يتستحماش في الصاله، والطوبه لو مش عافيه مش هتكسر الازاز. وساعتها بيضحك يوسف على كلامه الاهبل ده وبيقول له انت مصيبه يا عز. وبعدها بنشوف اماني وهو بيكلمها الحاج احمد، فبتقول له احنا مش خلصنا بقى من الموضوع ده. فبيقول لها لا يا حلوه احنا لسه ما خلصناش، وانا هبعت لك فيديو شوفيه الاول. واول ما بتشوفه بتلاقي جوزها عايش حياته على الاخر مع الرقاصه، وطبعا دي اكبر فضيحه ليها. وبعدها بنشوف عز وهو قاعد في البيت وحاطط رجل على رجل ورايق، وساعتها الباب بيخبط فبيقوم عز علشان يفتح، بس بيكون مش واخد خوانه. فبيتفاجئ بنديم قدامه وماسك جزمه في ايده. فبيقول له عز انت هتعمل ايه يا مجنون انت؟ فقال له هضربك بيها ودي اقل حاجه اعملها. وهنا بقى بتخلص الحلقه، بس اوعوا تمشوا في حاجه تانية هتيجي بعدها هتعجبكم ان شاء الله. اشوفكم على خير. قبل ما نبدا نصلي على النبي. بيبدأ الفيلم مع جينيفر وهي رايحة تقعد في الغابة علشان تألف القصص بتاعتها في هدوء من غير أي إزعاج، وبتوصل لواحد اسمه توني وهو ده اللي هيأجر لها المكان اللي هتقعد فيه في الغابة، وبيديلها المفتاح وبتمشي. وهي في الطريق بتدخل لبنزينة علشان تمون العربية، واللي شغال فيها واحد اسمه جوني واتنين كمان معاه، وهو بيملالها التانك بيغلس عليها. فبتستهزأ بيه جينيفر قدام زمايله وكلهم بيضحكوا عليه. وبعدها بتوصل للبيت اللي هتقعد فيه وسط الغابة، وبتفضل ترص الحاجات بتاعتها في التلاجة وبتقعد تكتب في القصص بتاعتها شوية. وتاني يوم بتطلع جينيفر تتمشى في الغابة، فبتتفاجئ ببيت مهجور، وساعتها بيجيلها فضول ان هي تدخل تشوفه. فبتلاقي كيماويات واحماض خطيرة، وبتعرف ان هو كان معمل قديم. وبتروح بعدها للبيت وبتفتح المايه علشان تغسل وشها، لكن بتلاقيها مقطوعة. فبتفتح قاعدة الحمام وبتلاقيها هي كمان عطلانة. فبتتصل على توني اللي مأجر لها البيت علشان يجيب لها حد يصلح العطل. ولما بتخلص المكالمة معاه بيقع التليفون من ايديها في قلب قاعدة الحمام، فبتجيبه بايديها بسرعة. بتفضل تنشفه بالاستشوار لكن مش بيرضى يشتغل. وفي الوقت ده بيوصل عندها السباك علشان يصلح العطل، وبيكون من المعاقين واسمه ماسيو. وبتفضل جينيفر تتكلم معاه وبتعرفه ان التليفون بتاعها وقع منها في المية وباظ. وبيكون ماسيو خلص تصليح العطل وبيقول لجينيفر كله تمام، فبتشكره وبتكون متعاطفة معاه وبتديله بوسة كده على الماشي. فبيمشي من عندها وهو فرحان.
وبعدها بنشوف جوني وهو قاعد في الغابة مع ستانلي وأندي، وبيكونوا بيصوروا الحيوانات ويعذبوهم قبل ما يقتلوهم لأنهم بيستمتعوا بكده. وبيجيلهم ماسيو يقعد معاهم لأنهم بيكونوا هما الأربعة أصحاب، وبيفضل ماسيو يتكلم معاهم وبيعرفهم إنه كان بيصلح عطلة عند جينيفر، وبيكون ستانلي كان مراقبهم. وبدأ يسخن أندي وقال له إن جينيفر احترمت ماسيو وباسته ومسحت بكرامتك الأرض وأنت بتمول لها العربية. وساعتها بيعرفهم ماسيو بالصدفة إن تليفون جينيفر وقع منها في المية وباظ. وفي الوقت ده بيقرر جوني إن ياخد حقه منها، وبنشوف جينيفر وهي بتكمل كتابة في القصص بتاعتها، ولما بتزهق بتولع سيجارة حشيش وبتشربها وبتروح في عالم تاني خالص. وفجأة بتسمع صوت حد خبط على الباب، وبتروح تشوف مين، بتتفاجئ بعصفور ميت قدام الباب. وساعتها بتحس بالرعب فبتدخل وبتقفل الباب بسرعة، ولما بتبص بتلاقي ستانلي واقف جوه البيت وبيصورها، وبيكون معاه اصحابه جوني وماسيو واندي. فبتخاف جينيفر وبتترعب منهم، وبدأت تهددهم انها هتتصل على الشرطة لو ما خرجوش بره البيت. فبيقول لها جوني العبي غيرها، احنا عرفنا من ماسيو ان تليفونك وقع منك وباظ. فبتقول لهم جينيفر انتوا عايزين ايه مني بالظبط؟ فبيقول لها جون احنا عايزين نسهر معاكي شويه، لكن جينيفر بترفض طلبهم وبتطلع فلوس تديها لهم علشان يسيبوها ويمشوا. فبيقول لها جون احنا مش محتاجين فلوسك دي وخليها لي، ونزل فيها ضرب وتعذيب علشان يشفي غليله وياخد حقه منها. وبيؤمر ماسيو انه يعتدي عليها لكنه مش بيرضى. وساعتها جينيفر بترش حاجه على وش ستانلي وبتهرب منهم، وبتقابل في طريقها الضابط ستورش وبيكون معاه توني اللي مأجر لها البيت. وبدأت تعرفه ان في 4 شباب دخلوا عليها البيت وحاولوا يتهجموا عليها وكانوا عايزين يغتصبوها. فبيهديها ستورش ويقول لها انا هروح معاك، وبيقول لتوني روح انت. وبيوصلوا للبيت وبيفضل ستورش يدور في المكان كله بس مش بيلاقي حد، وبيتفاجئ بازاز خمره كتير وكمان سيجاره حشيش. فبيقول لها اكيد انت ما كنتيش في وعيك، وبيوقفها جنب الحيطه علشان يفتشها. وساعتها بيتحرش بيها ستورش فبتتضايق جينيفر منه. وفجاه بيدخل جوني هو وشلته من الباب، فبتعرف جينيفر ان الضابط ستورش معاهم، وبيؤمر ستورش ماسيو انه يغتصبها، وفعلا بينفذ اوامره بس بيكون غصب عنه. وبعدها بتهرب جينيفر وبتمشي في الغابه، بس هما بيكونوا وراها ومستايبينها في حالها، وبيرجعوا يمسكوها وبيعذبوا فيها. وبدأ ستورش في اغتصابها وتعذيبها تاني، وبيكون ستانلي بيصور كل حاجة بتحصل. وبعدها جينيفر بتقوم وبتمشي لغاية الجسر اللي فوق البحيرة وبترمي نفسها من فوقيه، فبيضرب ستورش النار عليها وهي في المية، وبيفضلوا قاعدين مستنين جثتها تظهر لفترة طويلة لكن مفيش فايدة ومفيش حاجة ظهرت. فبيقول لهم ستورش لازم ننزل ندور عليها، وفعلا بينزلوا وبيوصلوا عند البحيرة وبيفضلوا يدوروا عليها في كل مكان لكن مش بيلاقوا لها اي اثر. وساعتها بيأمرهم ستورش انهم يدوروا عليها كل يوم لغايه لما يلاقوها علشان ممكن جثتها تظهر في اي وقت. وبيطلب من اندي انه يولع في كل حاجه ليها علاقه بجينيفر، وبيدي تعليمات لجون انه يخفي عربيتها في اي مكان علشان ما يكونش ليها اي اثر. وبياخد الكاميرا بالعافيه من ايد ستانلي وبياخد الشريط وبيكسره، وبيعرفه ان هو الدليل الوحيد على الجريمه اللي عملناها. وبيقول لهم لازم نلاقي الجثه في اسرع وقت قبل ما حد يلاقيها ونروح في داهيه. وبدأ ندي يولع في كل متعلقات جينيفر. وتاني يوم بتجمع بيهم ستورش وبيقول لهم انهم يخلوا بالهم من ماسيو لانه لو نطق كلنا هنروح في داهيه، وبيهددهم بالقتل لو في حاجه اتعرفت وبيسيبهم وبيمشي. وبعدها بيروح ستورش لبيته، فبتسأله مراته عن سبب تأخيره، فبيقول لها ان كان عندي شغل كتير. فبتوري له بنته الدرجات بتاعتها الكويسه في المدرسه وبيفرح ستورش بيها. وتاني يوم بيروح ستورش لتوني وبيديله المفتاح بتاع جينيفر، وبيعرفه ان هي خافت ومشت لما ظبط عندها حشيش وخمره. فبيعزموا توني على رحله صيد في الغابه بعد اسبوع، فبيوافق ستورش انه يطلع معاه. وبعدها بنشوف ماسيو بيدور على جثه جينيفر في البحيره كلها، وبتمر الايام ومش بيلاقوا لجينيفر اي اثر. وساعتها بيزهقوا وبيبطلوا التدوير عليها وبيرجعوا لحياتهم الطبيعيه ولا كأن حاجه حصلت. بس ماسيو ما بيكونش قادر ينسى اللي حصل وبيتخيلها في كل مكان. وبعدها بيتصل توني على ستورش وبيعرفوا ان في واحده صاحبه جينيفر اتصلت عليا وبتسالني عليها، وانت اخر واحد شفتها ولازم تكلمها تعرفها هي راحت فين. فبيقول له ستورش هاخد منك رقمها واحنا بنصطاد بكره في الغابه واكلمها. وتاني يوم بيروح ستانلي لجوني واندي وبيعرفهم ان الكاميرا بتاعته اتسرقت منه وفيها شريط جريمه الاغتصاب بتاعت جينيفر. فبيقول له اندي انت مجنون، ده ستورش اخد منك الشريط وكسره. لكن ستانلي بيقول لهم ان الشريط اللي انكسر ده كان فاضي وانا كنت لسه مغيره وحاطه في الكاميرا. وساعتها بيهجم عليه جوني وبيطحنوا من الضرب لانهم كلهم هيروحوا ورا الشمس. وبالليل بنشوف جوني وهو قاعد في البيت فبيسمع صوت خبط على الباب، ولما بيطلع يشوف مين بره بيتفاجئ بطاير ميت قدام الباب، وبيبص في الناحية التانية وبيلاقي حاجات ماسيو على الأرض، فبيفتكر إن ماسيو هو اللي بيعمل فيه كده، فبيدخل وبيقفل الباب. وبعدها ستورج بيروح البيت، فبتقول له مراته في شريط اتبعت من مدرسة بنتك وحاولت اشغله بس معرفتش.
فبياخدوا منها، ولما بيشوفوا بيلاقيه الشريط اللي اغتصب فيه جينيفر، فبيتجنن وبيروح بسرعة للمكان اللي بيتجمعوا فيه. وأول ما بيشوف ستانلي بينزل فيه ضرب وبيحط له الشريط في بقه، وبيرفع على جون المسدس وبيعرفه إن الشريط وصل لمراته. فجوني بيقول له إن ماسيو هو اللي عمل كده لأن لقيت حاجاته قدام الباب عندي. فبيقول له ستورش لازم تدوروا عليه وتجيبوه قبل ما نروح كلنا في داهية. وتاني يوم بيروح الضابط ستورش مع توني يصطادوا في الغابة، وأول ما بيوصلوا للمكان اللي هيصطادوا فيه بيضربوا ستورش بالنار وبيخلص عليه لأن هو الوحيد اللي شاف جينيفر مع ستورش. وفي نفس الوقت بنشوف ماسيو وهو واقف قدام البحيرة، وفجأة بيسمع جينيفر بتنادى عليه، فبيدخل بسرعة يدور عليها، فبيتزحلق من على السلم وبيقع على الأرض. ولما بيفوق بيتفاجئ إن جينيفر لسه عايشة، فبيروح عندها وبيفضل يعيط وبيترجاها إن هي متموتهوش. لكن جينيفر بتلف الحبل على رقبته وبتفضل تخنق فيه. وبعدها بنشوف ستانلي وأندو هما بيدوروا على ماسيو في المكان اللي عايش فيه، وبيدخل أندي يدور عليه جوه البيت، وستانلي بيكون مستنيه بره. وفجأة بتظهر له جينيفر، ولما بيحاول يمسكها بيدوس على فخه وبتنكسر رجله، فبيسمع أندي صوته وبيروح له، وأول ما بيبص وراه بتضربه جينيفر على دماغه وبيغمى عليه. ولما بيفوق بعدها بيلاقي نفسه مربوط على خشبة فوق بانيو فيه مية، وبيكون متوصل بخرطوم وبيبدأ البانيو يتملي. وبنشوف ستانلي وهي ربطاه من رقبته في شجرة وبتصوره، وبدأت تثبت الكاميرا عليه علشان تصور كل حاجة بتحصل له. وبتجيب فار ميت وبتحطه له في بقه لأن بصراحة اللي عملوه فيها مش شوية. وبدأت تحط له سنون في جفن عينيه، وربطت السلك في مسمار في الشجرة علشان ما يقدرش يتحرك. وبتسيبه وبتروح لأندي وبتفضل تنزل دماغه في المية وتعذب فيه. وبعدها بتروح لستانلي تاني وبيفضل يترجاها علشان تسيبه، بس جينيفر بتجيب سمكة وبتطلع اللي جواها وبتحطه على ستانلي. وبتروح تاني لأندي وبيكون البانيو اتملى ميه، وبتجيب له حمض اقوى من ميه النار وبتحط له في قلب البانيو، واول أندي ما بينزل وشه فيه بيشوهه وبيفضل يتعذب. وبنروح لستانلي وبتكون الغربان اتجمعت عليه من ريحه السمك وطلعوا عينيه واكلوها وبيموت بعدها. وأندي بيكون الحمض اكل وشه ومات موته صعبه. وبعدها بتروح لجوني في البنزينه وبتضربه على دماغه وبيغمى عليه، وبيفوق بعدها وبيلاقي نفسه مربوط بطريقة غبية، وبتفضل جينيفر تعذبه لغاية لما بيموت في ايديها. وبعدها بنشوف ماسيو زعيم العصابة ومراته بتكلمه في التليفون، وبتعرفه ان المدرسة جت وهتاخد البنت معاها بعد ما يخلصوا الدرس وتفسحها. وبتكلم ستورج وبتعرفه ان هي جينيفر، فبيروح بسرعة يدور على بنته، لكن بيتفاجئ باللي ضربه على دماغه في العربية واغمى عليه. ولما بيفوق بيلاقي السلاح متثبت في ظهره، والزناد بيكون مربوط بخيط متوصل في ايد مايسو اللي مغمى عليه. وبتطلع جينيفر تقعد بره، ولما ماسيو بيفوق بيحرك الزناد، فبتطلع الطلقة من ستورش وبتخلص على مايسو. وبكده تكون جينيفر انتقمت من الذئاب البشرية. وبيخلص فيلمنا، اشوفكم في فيلم جديد. اهلا بيكم يا احلى متابعين في الدنيا. قبل ما نبدأ نصلي على النبي، ويا ريت لو مش مشترك في القناة تشترك لان هيوصلك كل الملخصات الجديدة. بيبدأ الفيلم بإعلان عن أحدث سيارة في العالم، بتشتغل بنظام أمان متطور عالي جدا لدرجة إن من الصعب سرقتها، والإزاز بتاعها مصمم ضد الرصاص، وبتشتغل بالذكاء الاصطناعي للتحكم في كل حاجة في العربية عن بعد. وفي الوقت ده بنشوف واحدة وابنها راكبين العربية الجبارة دي، وبتكون اسمها جين وابنها ماك، وبتبقى سايقة العربية ورايحة عند مامتها. وهي في الطريق بتكلم جوزها علشان يروح لها على هناك، لكن بيعتذر لها علشان عنده شغل، وبيقول لها تخلي بالها على الولد وعلى نفسها. وفجأة بتدوس على زرار بيعرفها أوزان اللي راكبين في العربية، وبتبقى مذهولة من اللي هي شايفاه. وبتوصل عند محطة بنزين وبتنزل تشتري شوية حاجات، وبتدخل ابنها الحمام، وبترجع تجيب حاجات لابنها ماك. وهي جوه بتشوف واحد واقف جنب عربيتها وبيحاول يفتحها، فطلعت التليفون بسرعة وشغلت نظام الأمان اللي في البرنامج اللي على التليفون، فبيخاف الحرامي وبيبعد عن العربية. وبعدها بتبص جين على ابنها مش بتلاقيه، فبتطلع تجري بره زي المجنونة تدور عليه، وبتتفاجئ انه شايط 3 بنات وقاعد معاهم. امال لما يكبر هيعمل ايه؟ فبتاخده معاه وبيركبوا العربية علشان تمشي من المكان ده. وشغلت نظام عدم الازعاج، وده بيخليها ما بتحسش باي دوشة بره، وبتكمل الطريق وبتكون مش مبسوطة لان المسافة طويلة جدا. فبتتصل على صاحبتها من النظام اللي في العربية، وبتكون كأنها قدامها، وبتفضل تتكلم معاه علشان تضيع الوقت وما بتحسش بالطريق. وبتعرف جين بالصدفة من صاحبتها ان جوزها قاعد في نفس الفندق اللي هي قاعدة فيه، فبتشك ان جوزها بيخونها. وفي الوقت ده بتوصل لبيت مامتها، لكن مش بتنزل من العربية لان الشك بيكون هيموتها. فبتتصل على جوزها لكن مش بيرد عليها، وساعتها بتقرر ان هي تروح للفندق علشان تتأكد من خيانة جوزها ليها. وبدأت تشغل نظام العربية على الفندق اللي هي رايحاه، وبيكون الفندق في مدينة لوس أنجلوس، والمسافة بتكون طويلة جدا، فبتضطر ان هي تسوق العربية بسرعة 200 كيلو في الساعة. وفجأة بتعرف من الذكاء الاصطناعي اللي في العربية ان في حادثة على الطريق، وبيعرفها على الطريق البديل اللي هتمشي فيه.
بس بيكون الطريق مهجور وفي غاية الخطورة، فبتقرر جين انها تغامر وتمشي فيه. وهي في الطريق بيدخل الليل عليها وبيكون ضلمة جدا لدرجة انها بتكون مش شايفة اي حاجة قدامها. وفجأة بتلاقي محطة كهرباء في الطريق، وبتكون عايزة تنزل عندها لكن بتخاف من المكان وبتمشي. وهي ماشية بتظهر لها غزالة فجأة وبتخبطها جين وبتنزل تحت العربية، وساعتها بيعيط ابنها من الخضة، فبتضطر تديله التليفون بتاعها علشان يسهى فيه. وبتنزل من العربية علشان تشوف ايه اللي حصل، فبتلاقي الغزالة محشورة تحت العربية، ومن المستحيل ان العربية تقدر تتحرك من مكانها. وساعتها بتنهار جين وبتكون مش عارفة تتصرف ازاي. وفجأة بيفتح ابنها البرنامج اللي على التليفون بالغلط وبيشغل نظام الامان اللي في العربية، وساعتها بتقفل العربية ومن الصعب ان اي حد يفتحها. فبتروح جين بسرعة للعربية لما سمعت صوت الانذار، وفضلت تحاول تفتح الازاز والباب لكن مفيش فايدة، فراحت تجري على ابنها تكلمه من ورا الازاز، وفضلت تحاول تفهمه ان يفتح العربية من نظام التشغيل. بس الولد بيكون مش فاهم اي حاجة وبيقع التليفون من ايده في الدواسة، فبتفقد جين اخر امل ليها. وساعتها بتقرر ان تجيب حجر وتكسر بيه الازاز، وبعد المحاولات الكتير بتفشل ان هي تفتح العربية لانها متطورة جدا وضد الكسر. فبترجع لمحطة الكهرباء على امل ان هي تلاقي اي مساعدة، فبتلاقي البوابة بتاعتها مقفولة، فبتطلع وبتنط من فوقيها وبتقع على الارض وبتقوم تدخل جوه. وبتلاقي تليفون وبتحاول تتصل على اي حد يساعدها لكن بتلاقيه مفيش حراره، فبتتعصب جين وبتكون حزينه جدا، وبتبص قدامها وبتلاقي كشاف ومفتاح كبير وبتاخدهم معاها. وهي طالعه بتشوف حاجه جايه عليها من بعيد، فبتخاف وبتاخد بعضها وبتجري عند العربيه، فبتتفاجئ انه كلب متوحش وجاي يهجم عليها، فبتطلع تستخبى فوق العربيه وبتحاول تخوفه بالمفتاح اللي معاه علشان يسيبها ويبعد عنها. وبعد محاولات كتير بيهرب الكلب ومش عارف هو بيكون راح فين، وبتبص على ابنها وبتلاقيه في حالة مش طبيعية ومش عارف ياخد نفسه، فبتحاول تلعبه من ورا الازاز لغاية لما بيهدى وبينام. وبتفضل جين تفكر انها ازاي تفتح العربية لغاية لما بتروح في النوم. وبيطلع النهار وبتروح بسرعة تطمن على ابنها من ورا الازاز لانها بتكون خايفة علينا ان الاكسجين بيقل في العربية، وكمان ماكلش ولا شرب، وللاسف بتكون مش عارفة تعمل له اي حاجة. وفجأة بتشوف درجة الحرارة بتزيد جوه العربية، فبتبص حواليها على امل انها تلاقي اي حد يساعدها لكن المكان بيكون مقطوع. فبتقرر في الوقت ده انها تسيب ابنها في العربية وتمشي في الطريق، وبتكون درجة الحرارة عالية جدا، بس بتعافر على امل انها تلاقي اي مساعدة علشان تقدر تنقذ ابنها بيها. ومن كرم ربنا عليها بتلاقي مية في الطريق وبتشرب منها، وبعدها بتكمل في طريقها لغاية لما بتوصل لمطار مهجور ومفيهوش غير طيارة واحدة وبتكون قديمة. فبتدخل جين الطيارة تدور فيها وبتلاقي جيركن فاضي وولاعة، فبتنزل الكاوتش بتاع الطيارة بره وبتولع فيه على امل ان اي حد يشوف النار ويجي ينقذها. وبعدها بتروح تملى الجيركن مية وبتاخده معاها عند العربية، ولما بتوصل بتبص على ابنها علشان تطمن عليه، بس بتلاقيه في حالة خطرة لان درجة الحرارة جوه العربية ارتفعت جدا. وفضلت تخبط على ازاز العربية على امل ان ابنها يصحى لكن مفيش فايدة، فبتبص جوه بتلاقي درجة الحرارة في ارتفاع مستمر، فبتاخد جيركن المية وبتطلع فوق العربية تفضيها عليها على امل ان درجة الحرارة تنزل، لكن مفيش فايدة، وبتقعد جين تعيط لانها خايفة على ابنها. وبعدها بتقوم تكسر في العربية بالمفتاح اللي معاها، بس كل محاولاتها بدون اي نتيجة. وساعتها بتحس جين بالاحباط وبتفضل تصرخ، وبتحاول جين تعمل حريق جنب العربية على امل ان العربية تفتح الازاز بتاعها، لكن بتكون محاولة فاشلة. وساعتها بتقف مراوح التبريد علشان ما تدخلش دخان جوه العربية، وده بيخلي درجة الحرارة تزيد اكتر جواها، فبتتعصب جين وبتنهار لانها فشلت في كل الطرق. وفجأة بيظهر لها الكلب من تاني، فبتهرب جين منه بسرعة وبتنزل تحت العربية، فبيهجم عليها وبيفضل يشدها من رجلها لكنها بتقاومه بكل شجاعة، وبتفضل مستخبية تحت العربية على امل ان الكلب يسيبها ويمشي. وفعلا بيزهق الكلب وبيروح ياكل في الغزالة ويشدها من تحت العربية، فبتحس جين ان العربية بتتحرك فبتطلع من تحتها بسرعة. وبتحاول جين تصد العربية بكل قوتها لان العربية في مكان عالي ولو سابتها هتقع من فوق الجبل، ومن حسن الحظ بيكون في حجر في الارض وقف كاوتش العربية. وبعدها بتقعد جين تفكر ازاي تنقذ ابنها من جوه العربية، فبتيجي فكرة في دماغها بس بتكون في غاية الخطورة، وبدأت في تنفيذ فكرتها المجنونة، فبتروح تاخد المفتاح علشان تكسر الحجر اللي تحت كاوتش العربية، وفعلا بينكسر، وبدأت تزق العربية بكل قوتها لغاية لما وصلتها على حافة الجبل. وبتبص على ابنها وهي حزينة كأنها بتودعه، وبتنزل العربية من فوق ارتفاع عالي جدا، وبتكون جين خايفة ومرعوبة على ابنها علشان ممكن يموت في اي لحظة وهي هتكون السبب في موته. وفي الوقت ده بيحس الذكاء الاصطناعي بهبوط العربية، فبيشغل نظام الصدمات، وده بيحمي كل الموجودين جواها، وكمان العربية ما بيحصلهاش حاجة. وساعتها بيتعطل نظام الأمان بتاع العربية، وأخيرا الأبواب بتاعتها بتتفتح، وبتنزل جين على الجبل بسرعة، وبتتفاجئ إن العربية سليمة ومحصلهاش أي حاجة، فبتفتح الباب وبتطلع ابنها بسرعة وبتقلعه كل الهدوم اللي عليه،
بس بيكون درجة حرارته عالية ومش قادر ياخد نفسه، فبتقرر ان هي تاخده وتركب العربية علشان تروح لأقرب مستشفى. وبدأت جين تشغل نظام الدفع الرباعي علشان تقدر تمشي وسط الصخور، وبتكون العربية مصممة ان هي تستحمل اي صدمات. اكيد نفسك دلوقتي يكون عندك عربية زي دي. وبتوصل جين على اول الطريق بعد معاناة شديدة، واخيرا بيوصلوا للمستشفى. وبتكون جين خايفة ان ابنها يموت، لكن بيفوق وبينادى عليها، وبتكون مش مصدقة ان ابنها بقى كويس. وبيخلص فيلمنا، اشوفكم في فيلم جديد.